تعالوا معايا كده اخدكم في جولة كده في الحديقة البسيطة بتاعتي. دي ازازة معدنية كبيرة انا قطعاها بالعرض. بجيب النعناع، اخد الورق بتاعه احطه في الشاي واشربه، واخد العروق انيمها تعملي طبقة من الرملة او الطينة وتنيمي عليها العروق، وبعدين تحطي عليها طبقة تانية. خلال 15 يوم يبدأ يطلع عندك كده من العروق نعناع زي اللي انتوا شايفينه ده. يبقى انت كده عندك نعناع في بلكونتك، وقت ما تحبي تشربي شاي تلاقيه. تعالوا بقى اقول لكم بقيه اللي انا زرعاه. ده شوال كبير وانا عملته من بره بالسمنت، حطيت فيه بذر بطيخ، وبذر البطيخ طلعت شجره، والشجره طلعت ايه زي ما انتوا شايفين بطيخ. كانوا 2 بس جه فركه للبطيخ. دي مانجا، كلت المانجا وزرعت البذر. بعد شهر طلع عندي ايه شجرة مانجا فيها 3 ورقات، ان شاء الله تكبر وتبقى شجرة كبيرة. ايه رأيكم؟ برضو زرع تاني بس بصراحة لسه ما طلعش، بس بدأ يجدر. بصوا هنا بقى برضو بذر الطماطم حطيته في قلب شوال، كون شوال رملة مركون عندي، رحت حاطة فيه بذر الطماطم وبذر فلفل. بحط كل البذور، واللي يطلع يطلع، اللي ما يطلعش السنة دي يطلع السنة الجاية. طماطم طلعت عندي الشجرة، عايزة اقول لكم فيها بسم الله ما شاء الله اكتر من 15 طماطماية. الطماطم بتاعتها حلوة وكبيرة. دي اصغر طماطمية موجودة في الشجر، جميلة جدا منتجة ومثمرة. انا بحط له بس انا بسقيه مية الصبح وبالليل، وبتحطي معاه لو انت جايبه موز اطحني قشر الموز في الخلاط بميه وزقيه بيها على عطش، هو ده السماد بتاعها. تبص تلاقي الشجر عندك يطلع ومثمر. دي صفيحه برضو زرعه فيها. بصوا الطماطميه الشجره مدلدله لتحت، الطماطميه دي صغيره جدا. بصوا انا بوريكم بس ان ايه، انا بشيل الورق بقى طبعا بتاع الشجره كله عشان عرق الشجره يبقى تخين، وان شاء الله يطلع معاكي ثمار كتيره زي ما الشجره دي كده ما شاء الله مطلعه لوحدها 15 طماطمايه. وطبعا ربطها معلقاها عشان خاطر الطماطم تقيله عليها. وده شوال تاني صغير حطت فيه بذر، وادي طالعه اهو بس لسه صغير. بصوا دي نخله من بذر البلح طلعت عندي نخلة صغيرة. في هنا بقى تحت بقى إيه فلفل بس لسه صغنن. وهنا اهي الطماطم، دي شجرة تانية برضو مطلعة اهي. انا عايزة اوريكم ان شجر الطماطم بيطلع ما شاء الله، يطلع ورد كتير، بس مش كل الورد يطلع، في ورد يبقى ذكر وورد يبقى انتايه.